السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله معانا روتين يوم جديد كده، كله طاقة كده وحماس وتشجيع ليكم كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله الروتين يعجبكم. وبس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لي اللايك وتدعموني بكومنت حلو منكم. اول حاجه كده بقى بدأت بيها يومي، ان انا بقى مسكت الصاله كده بتاعتي الصغنونه دي، قلت بقى كده اما انضفها، وبقالي كتير بقى ما عملتش فيها حاجه، فبتكون برضو الجو اليومين دول زي ما قلت لكم دايما بقى تراب كده. فدايما بقى بلاقي الخشب كده بتاع الانتريه بيبقى مطرب كده، وكمان الانتريه نفسه بيكون متبهدل وكده من الاولاد. احنا مش بنقعد فيه كتير بس برضو بيكون متبهدل. فقلت بقى اما اديله تنفيضه كده سريعه واديله تلميعه كده سريعه قبل ما اعمل الروتين الاسبوعي في شقتي كلها، هيسهل عليا في الروتين. يعني دايما بحب ان انا اقسم كده الشغل اللي ورايا، عشان ايه لما اجي اعمل ما بقاش مجهده قوي وما بقاش متعب عليا قوي ان انا بعمل الشقه كلها مره واحده. فحبيت ان انا اهتم بيه كده في يوم لوحده، وبرده يعني بعدها هعمل الروتين الاسبوعي بعمله برده فيها، بس بيكون بسيط بقى مش بيكون متعب قوي. اول حاجه كده بدأت ان انا انفضه، وبعد كده جبت المكنسه وشفطت كده ايه الاجزاء دي اللي بيكون فيها اي حاجه بالمكنسه كده، بتشفط بقى كويس وبتطلع معانا اي حاجه. والحتت اللي فوق دي بقى كده عند الخشب وما بين الخشب والقماش يعني بتكون مطربه كده، فبرضه بالتنفيذ مش بتطلع. وبعدين بقى بعد ما نفضته بدأت ارص تاني الشلت بتاعته في مكانها. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي اللايك، يعني اللايكات دي بتفرق معايا قوي، وكمان بتديني كده بتشجعني وبتخليني اتشجع ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. وبس كده بقى بدأت كمان ألمع الكراسي دي كده. والنهاردة بقى عاملة لكم كمان خلطة حلوة قوي، يعني وصفة كده طبيعية، حاجات كلها مكونات من البيت من عندنا هنلمع بيها الخشب. حلوة قوي، وانا شفتها كمان على النت، يعني ان هما في ناس كتير بتشكر فيها. مفيش منها اي ضرر على الاخشاب خالص، بالعكس حلوة قوي وموفرة، بدل بقى ما نشتري اللي هي بقى ملمعات الاخشاب. وطبعا كل حاجة غليت اليومين دول فيعني لو انت مش قادرة مثلا تجيبي ملمع الاخشاب، ممكن تعملي الوصفة دي حلوة قوي وامنة برضو على الاخشاب، وهتنفعك جدا وتريحك يعني في تلميع الاخشاب. وكمان في الاجزاء اللي هي بتكون يعني فيها شغل زي كده مثلا بتكون بقى مليانة تراب وكده، فانتي لما بتنضفيها برضو مش بيطلع بسهولة، تبقى محتاجة ملمع او حاجة تدخل جواها. وبتسهل عليكي يعني، فالملمع بينضف وبيلمع برضو الاجزاء اللي انا زي ما قلت لكم مش بنعرف نوصل لها كده، او بننفضها كده مش بتطلع معانا بسهولة. فيعني بيكون حلو، بس برضو تخلي بالك ان الملمع مش بيتحط على كل انواع الاخشاب. وكمان يعني ده اللي انا من تجربتي انا استنتجت كده. وكمان برضو اللي هو الخلطة اللي انا هقول لكم عليها دي برضو ممكن ما تتحطش على كل انواع الاخشاب، لان يعني برضو في اخشاب اللي هي مثلا بتكون النوع بتاعها انا مش عارفة اللي هو ايه، بس اللي هي بتكون مدهونة مثلا دهاناتها مش اللي هي بتلمع كده او مطفية، يفضل ان هي ما يتحطش عليها الملمع ده. بصوا بقى انا حطيته في البخاخة دي، كانت عندي ما كانش عندي بخاخة يعني احطه فيها، فحطيته في دي. دي كانت بتاعه اللي هو الباور بتاع الدهون، بس انا غسلتها كويس قوي ونضفتها وحطيته فيها. بصوا بقى هي ده عبارة عن ايه، عن معلقة ونص من الشاي. هنحطهم عادي في كوباية كأننا هنعمل شاي بس من غير سكر. معلقة ونص من الشاي اللي احنا بنشربه العادي، وهنغلي مية عادي وهنملى الكوباية دي مية. نحط على الشاي كوباية مية تمام مغلية، ونسيبها لحد ما تبرد تماما، تبرد خالص خالص تبقى كأنها مية باردة. بعد ما نقلبه كويس بقى في المية المغلية، نسيبه لما يبرد وبعدين نصفيه ونبدأ بقى نستخدمه. بنصفيه بمصفى ونحطه في بخاخة زي كده ونبدأ نستخدمه، حلو قوي وملمع للأخشاب. بصوا انا لمعت، شايفين اللمعه بقى اللي في الاخشاب، بس بحط قطعه قماش كده المفروشات، يعني على المكان اللي عليه قماش عشان ما يجيش عليها شاي وكده ويبقع فيها. فبحط قطعه قماش كده وابدا المع. بصوا اللمعه اللي بقت فيه. وكمان الاجزاء اللي انا بقول لكم عليها دي اللي هي بتكون فيها تراب او كده، مهما انضفها باي حاجه بقطعه قماش او حاجه مش بتنضف معايا بسهوله، لكن ده يعني زي دخل فيها كده ونضفها ولمعها، بيدي لمعه حلوه قوي. بس زي ما قلت لكم الاخشاب اللي هي تحس ان هي ما فيهاش لمعه كده او مش مدهونه، يعني مش كل انواع الدهان ممكن تجربوا
في جزء صغير، لو مثلا دولاب في جنب الدولاب او كده، او في جزء صغير منه. لو حسيتوا ان الشكل ما بقاش حلو او غيرت الشكل معاكم فبلاش تستعملوها. فلازم قبل ما تستعملوها تجربوها الاول، عشان بعد كده ايه محدش يجي يقول لي انتي السبب او انتي اللي قلت لنا على الوصفه دي. بس انا شفتها على النت كتير، ناس كتير بتشكر فيها ومجربه وحلوه قوي. في كمان وصفات تانية طبيعيه كده وبسيطه وبيقولوا افضل من دي كمان، بس انا بصراحه ما كانش عندي مكوناتها فما عملتهاش. اللي هي عباره عن اي نوع زيت، اللي هو مثلا زيت جونسون بتاع الاطفال او زيت زيتون. بيحطوا مثلا حوالي معلقتين كبار منه على نص كوبايه ميه، على نص ليمونه، وعلى كمان حوالي معلقتين من الخل. بيقولوا الوصفه دي حلوه قوي، والزيت كمان بقى بيحافظ على الاخشاب مع الحاجات دي. ملمعات حلوه قوي وطبيعيه ونفس يعني فكره ملمع الاخشاب. تمام. وبتحافظ كمان عليها جامد. بس انا برضو الوصفه دي لقيت ناس كتير شكرت فيها زي ما قلت لكم، فحبيت ان انا اقول لكم عليها. وانا لمعت بيها النيش والانتريه اهو زي ما انتم شايفين، واي حاجه خشبيه كده لمعت بيها. بصوا اللمعه ما شاء الله، هي ادت لمعه جامده برضو وحلوه جدا. بس انا بصراحه استعملتها في الانتريه وفي النيش، ما حبيتش ان انا استعملها على غرفه نومي، لان انا زي ما قلت لكم غرفه النوم مش كل الاجزاء اللي فيها انا ممكن استعملها على الاجزاء اللي هي فيها الشغل كده، المشغولات الخشبيه دي اللي هي بقول لكم بتكون شايله تراب كتير قوي وبيبقى صعب عليا تنظيفها. فمهما ان انا اطلع منها التراب مش بيطلع بسهوله، فلازم ان حاجه كده تدخل فيها وتنضفها كده كويس. وكده اهو بلمع بيها النيش كمان، هلمعه كله بيها. وبعدين بقى جبت الجلانس بتاع الزجاج وبدأت بقى ألمع بيه الإزاز كده. جميل قوي برضه في تلميع الإزاز اهو كده. طبعا انا من بقالي فتره كبيره، من اخر روتين عملت معاكم في الصاله ولمعت فيه النيش والازاز وكده، ما لمعتوش من ساعتها. فانا من ساعتها وانا ما عملتش فيها حاجه تاني. فقلت بقى النهارده كده لما انضفها كده التنظيفه دي، يعني طبعا دي مش اخر حاجه فيها، بس لسه في كتير هنعمل ما فيها قبل العيد كمان ان شاء الله، روتينات اعمق من كده. بس انا حبيت قبل روتيني الاسبوعي ان انا اللي بعمله ان انا سهل على نفسي كده، واقول لكم ان انا بنظم وقتي ازاي، يعني بحيث ان انتوا برضو تاخدوا فكرة وتنظموا اوقاتكم زي كده، عشان ما تركموش على نفسكم الشغل ويبقى الدنيا مكركبة كده. وبس كده بدأت اشفط الارض بالمكنسة كده. طبعا انا بحب احط الحافظة دي في الصيف لان هي خفيفة عن السجاد، يعني مش تقيلة قوي. انا بصراحة مش بحب افرش سجاد كتير في الصيف، يعني في الحر قوي بشيل كل السجاد بقى من الارض، وبيكون صعب عليا في ان انا كل يوم بقى بمسح وكده الارض، لان طبعا اي تراب او كده الاولاد ممكن ياخدوه بقى في رجليهم على السراير او على الانتريه او كده. فبحب ان انا بقى يعني دايما كده اكون شايلاه في الحر الجامد قوي ده. جيت بقى لمعت المروحه بتاعتي كده برضو، عشان برضو اولادي ما بيسيبوش الحاجه في حالها، وايديهم بقى مثلا ممكن يكونوا واكلين اي حاجه يجوا يمسكوها يقعدوا يشغلوها ويقفلوها وكده. وكده هو الروتين بتاعي خلص في الصاله بعد بقى ما عملتها كده التنظيفه الحلوه دي. جيت بقى ادخل اعمل الغدا هنا، بقى اعمل صينيه مكرونه بشاميل كده. انا كنت بقى بدل ما هعمل بقى المكرونه كده بصلصه واحط عليها اللحمه المفرومه متعصجه كده على الوش، قلت لا بلاش، لان اولادي مقرفين قوي في الاكل وبيقعدوا بقى ايه يعني مش بيعجبهم اللحمه اللي هي المتعصجه كده سايبه. فانا حبيت بقى قلت اعملها لهم مكرونه بشاميل وخلاص. جبت كده بقى بصلايه حلوه كده وحطيتها على النار كده تنزل الميه اللي فيها، بعدين ضفت لها مكعب زبده، وبعدين بقى ضفت اللحمه بتاعتي عليها بقى كده. بدأت بقى ايه يعني بفردها كده عشان تدخل، اقلبها مع البصل كويس لحد بقى ايه ما تفرفر كده وتبقى وتاخد اللون ده كده وتنزل ميتها بقى وتشربها تاني. تمام. وبعدين بقى ضفت لها فلفل اسمر وشوية الملح وشوية بهارات، بس اللحمة بس كده ما حطيتلهاش اي حاجة تاني. يعني المكرونة البشاميل مش بحب اضيف لها بهارات كتير، لان هي بتكون صراحة مش محتاجة بهارات وحاجات كتير يعني، وهي بتكون جميلة كده بالشكل ده. وهنا بقى كنت سلقت المكرونة بتاعتي، خدتها بقى عشان اصفيها، طبعا بنصفيها مش بنشطفها. جبت بقى نفس الحلة اللي انا كنت سلقة فيها المكرونة، حطيت فيها كده شوية زيت ومكعبين زبدة كده بقى تشكيلة، يعني زبدة فلاحي على زبدة صفرة. وحطيت بقى 4 معالق دقيق. طبعا انا بحط للكيلو حليب 4 معالق كبار مليانين كده من الدقيق. وكانت هنا بقى السمنة كانت هتتحرق معايا بقى من تحت كده هي والدقيق.
ونزلت عليهم بقى بايه بحوالي كيلو لبن كده. انا بسيب شويه دول في الاخر لما اشوف قوام البشاميل هيحتاجهم ولا لا، بس هو عامه بياخد مني كيلو لبن كله تمام. انا دلوقتي هضيفهم تاني معاكم دلوقتي، وبقلب بقى بسرعه كده بعد ما بضيف عشان خاطر ما يكلكعش منك، تحطيهم بسرعه يعني. انا ضفت اهو شويه اللبن الباقيين، وكمان ضفت حوالي يعني نص كوبايه ميه عليهم. لو ما عندك شوربه ممكن تضيفيها بدل الميه يعني تمام، بس انا بحب البشاميل يكون كتير. وكميه المكرونه كنت عامله حوالي نص كيلو مكرونه، يعني نص كيلو مكرونه بياخد معايا كيلو حليب واربع معالق كبار من الدقيق. انا بقى حطيت الملح والفلفل الاسمر، واقلب بقى الكلام ده كده. ونحاول برضو ناخد بالنا من الملح لان بنكون حاطين ملح في اللحمه، ولو هتحطي مرق الدجاج تاخدي بالك برضو من الملح. انا حطيت نص المكعب هنا بس ما حطيتوش كله، بيديها طعم حلو قوي برضو. وخلاص كده البشاميل القوام بتاعي ده اللي انا عايزاه، مش عايزاه اتقل من كده ولا اخف من كده. هرش بقى حبه كده في الصينيه من تحت، وبعدين هاخد نص كميه المكرونه كده، وهحط عليها برضو بشاميل، هغرقها كده في البشاميل اهو كده، واقلب بقى واحط ده الجزء اللي تحت. طبعا كنت الاول برضو بحط فيها صلصة وكده، بس مع الحر بقى ما بقيتش احب احط صلصة خالص، يعني بقول كده خليها خفيفة افضل. وهضيف لها برضو شوية بشاميل كده هرشهم عليها تاني بعد ما برضو قلبت في المكرونة، لان انا عايزاها تبقى جوسي كده وغرقانة في البشاميل كلها. هحط بقى هنا اللحمة، هظبطها كده بقى في الصينية وبرضو فردتها، وخدت بقية كمية المكرونة واحط عليها بشاميل برضو تاني. يعني الخطوة دي برضو انا بحبها كده غرقانة كلها بقى من فوق ومن تحت كده في البشاميل. وجيت هنا بقى لقيت المكرونة كانت كتيرة على الصينية، يعني هي ممكن تكون كانت اكتر من النص، لان انا بحط في الصينية دي نص كيلو، بس هي ممكن دول جم اكتر بشوية. فشوية اللي هما زادوا يعني انا ما حطيتهمش، هحطهم في برام صغير لوحدهم كده هيكونوا من غير لحمة، بس كانوا حلوين قوي برضو وجمال، لان بالبشاميل بقى وكده وغرقانة فيه كانت حلوة قوي برضو. انا بحب كمان اكتر لها البشاميل، مش بحبه يكون قليل خالص، يعني ما بيكون كتير وقوامه حلو كده مظبوط، مش خفيف ولا تقيل قوي. يعني مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، بتكون جميله قوي وبتطلع معانا مظبوطه. بس كده عملتهم بقى في الطاجن الصغير ده وهدخلهم الفرن. جبت بقى منديل كده وبدات امسح بقى اظبط الاطراف كده عشان ما تتحرقش معايا يبقى شكلها وحش، وهدخلهم بقى الفرن. اول بقى ما تاخد لون ذهبي كده من كل ناحيه وتستوي كويس من تحت، هيدلها الشوايه تاخد اللون الجميل ده واطلعها. بصوا بقى جوسي ازاي وغرقانه كده في البشاميل، حاجه كده ما شاء الله زي العسل. طبعا احنا بنحبها سخنه كده في ساعتها، لو انتوا بقى بتحبوها متماسكه كده وقطع بتسيبوها شويه بقى تبرد. هنا بقى البوتاجاز بتاعي يعني ما كانش محتاج قوي يعني ان هو يتغسل وكده. مش كل يوم هكدب عليكم ان انا بغسله، بس انا كل يوم بحب المعه كده، ولما بيكون بقى ما عملتش عليه اكل مثلا تحمير او كده في زيت او حاجه، فبيكون مش متوسخ قوي، فبمسحه كده بس بفوطة مبلولة كده وبينضف معايا بسرعة، بيكون برضو نضيفه زي الفل. وبس كده، يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطيلي لايك. وشوية المواعين بقى اللي طلعوا كده من المكرونة البشاميل غسلتهم بقى كده معاكم بسرعة، مش بحب بقى اركم المواعين برضو عشان يعني اول باول كده يبقى مطبخنا نضيف كده وحلو ومرتب. وبس كده انا يعني بخلصهم كده، اول حاجة المعالق وبعد كده بقى الاطباق والحاجات دي، ومثلا لو في كوبايات بخلصها برضو في الاول مع المعالق، وبعد كده بقى بشطف اهو، والحلل بقى بسيبها في الاخر خالص. وبس كده النهاردة ده روتين يومي معاكم النهاردة. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم والروتين يكون عجبكم، ما تنسوش تحطولي لايك وتدعموني بكومنت حلو منكم، يعني كومنتاتكم والله بجد بتفرحني. ربنا يبارك لكم يا رب ويجازي كل واحد خير على الكومنت الجميل اللي بيكتبه. ويا رب كده الروتين يكون مشجع لكم ومحفز لكم كده، واي حد وراه اي حاجة بعد الفيديو على طول يقوم يشوف اللي وراه بقى ونخلص كل اللي ورانا. وبس كده ده روتين يومي النهاردة معاكم. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.